متنسيش تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده بقى هنعمل جمبري قد ايه جميل وتحفة. بصوا الجمبري بجيبه طبعا الحجم دوت كده، ده حجم وسط، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. تمام. بصوا حلوة جدا، ده حجمه مناسب بصراحة يعني. بص طبعا باجي بقى انضفه، بفتح طبعا بشيل الراس بتاعته واشيل القشرة وبفتحه من الظهر زي كده وبشيل كيس الرمل كده. تمام اهو. اهو بصي يا حبايبي، اهو كده بالشكل ده. اهو بصوا طبعا بتشيل كيس الرمل كده من الظهر بسكينة رفيعة زي كده، يخلى ما بياخدش اي حاجة في ثواني. اهو بصوا، مش عارفة باين ولا لا في الكاميرا، وبتبقى حاجة زي خيط رفيع كده في قلبيه زي حاجة سودا كده. تمام اهو بصوا. اهو بقشره زي ما قلت لكم كده، وبعد كده بفتحه من الظهر. تمام. هعمل واحدة تانية قدامكم. اهو بصوا دي واحدة تانية اهي. اهو بصوا كده بالشكل ده. تمام اهو. هخلص كل الكمية دي وارجع لكم تاني. اهو بص طبعا بعد ما نضفت كله كده بالشكل دوت وغسلته طبعا بملح وخل وليمون بقى زي الفل. بصوا شايفين جماله وحلاوته. عايزه تشيليه على كده بقى في الفريزر تعمليه وقت تاني مفيش مشكله، عايز تعمليه على طول يلا بينا نخش مع بعض ونشوف عملناه ازاي. وده طبعا معايا السمك اهو. بصوا بقى ده ملك الليله اللي هعمله دلوقتي. بصوا شايفين جماله وحلاوته. هو حجمه حلو ما شاء الله، ولا كبير اوي ولا صغير اوي. بصوا طبعا ده الحاجات اللي هنحطها عليه، ده طبعا التوم وليمون طبعا وفلفل حامي وفلفل بارد. عندك فلفل الوان مفيش مشكله حطي. ودي طبعا طماطم. ودي طبعا التوابل اهي. اهي بصوا، فلفل كمون كزبره خلي حياتك منوره. وشويه طبعا بابريكا وشويه شطه حمراء وشويه بهارات سمك وتوم باودر وبصل باودر وشويه من الملح. تمام. وطبعا شويه خل. كل دول احطهم مع بعض في الخلاط مع الخضره طبعا، شويه كزبره الخضراء. بصوا لونها، عارفين هي ليه لونها اخضر كده؟ عشان الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء دي بتخلي السمك او الجمبري طعمها بجد تحفه، بيبقى حلو جدا، تديها ريحه كده وطعم مميز قوي. طبعا ببتدي احشي السمك كده بتبله كده بالشكل دوت. انا السمكيه طبعا ببقى فاتحاها كده عشان تشرب من كل التتبيله. تمام اهو بصوا. اعمل واحده تانية زي كده. هتبله كله بالشكل دوت. تمام.
خلاص كل السمك كده وارجع لكم تاني ونشوف الجمبري تبلناه ازاي مع بعض. اهو بصوا حبايبي، ده الجمبري اهو. هبتدي برضو اتبله. ده السمك طبعا. الجمبري طبعا بتبله برضو بنفس التتبيله دي. تمام. اهو بصوا كده. اهو كده بالشكل ده. اهو بصوا شايفين بقى جميل اوي، ريحته حلوه اوي اوي، التتبيله فعلا ريحتها حلوه جدا. وده طبعا هعمل الرز اهو، الرز الاصفر، رز اصفر بكركم. معايا زيت وسمنه على النار، طبعا سخن كويس قوي. كنت غاسله الرز ومنقياه وغسلاه كويس. وطبعا اول ما بيسخنوا الزيت والسمنه طبعا بحط الرز على طول، واحط له طبعا شوربه ماجي وملح وكده، وشويه بهارات سمك، ومعلقه كركم كبيره. تمام. اشوح دول كلهم كده مع بعض كده على النار. واول ما الرز ينشف كده ابتدي اسقيه. ده بقى الرز ده بتقدميه مع فراخ مشويه، مع كباب حله، مع سمك، مع جمبري، مع اي حاجه. الرز الاصفر ده مع كبسه برضو بيبقى حلو قوي. بص طبعا بسقيه كده بالشكل دوت. هشوف طبعا الملح بتاعه مظبوط ولا لا. اهو كده. هبتدي بقى اغطي عليه وكده واسيبه لحد ما يستوي. اول ما يتشرب اروح موطيه عليه النار. تمام. دي طبعا الدقيق طبعا اللي هنتبل بيه السمك والجمبري. بصوا دي اصفر ودي ابيض وشويه من النشا وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون، بس مش اكتر من كده. دي طبعا الخلطه اللي هنعمل بيها الاول الجمبري. بصوا ده دي اصفر، معاهم كوبايه ميه كده وشويه بهارات طبعا زي ما قلتلكوا، واقلبهم كويس قوي مع بعض مع شويه نشا. بصوا اعملها زي عجينه كده. تمام. اهي بصوا. وطبعا هسقط فيها كل الجمبري وابتدي اطلع منه واحط في الدقيق اللي انا قلتلكم عليه ده، اللي هو دقيق الابيض والاصفر ودقيق والنشا. تمام. ودي زي ما قلتلكوا دي اصفر ودي ابيض وشويه برضو من النشا. بس. وشويه طبعا كركم طبعا عشان يبقى لونه كده اصفر وجميل، وشويه فلفل وشويه كمون، مش ممكن شويه بهارات سمك، وشويه من البابريكا. تمام. هقلبهم بقى كويس واظبط ملحهم. اهو بصوا. ده طبعا اللي هقلب فيه بقى الجمبري وكده بعد ما احطه في الخلطه ديت. هطلع منها واروح حاطه فيها. اهو اقول لكم بصوا هتبل الاول السمك وبعد كده هتبل الجمبري، يكون حتى شرب من الخلطه بتاعته كده. تمام. اهو بصوا كله كده بالشكل ده. هقلي السمك الاول لحد بس ما الخلطه بتاعه الجمبري يشرب منها شويه، وابتدي برضو اتبلها زي كده بنفس الشكل واروح اقليها على طول. تمام. طبعا بصوا بعد ما اتحمر كده بالشكل ده بقى لونه ذهبي وجميل. طبعا مش بقلبه على الجنب التاني غير لما احس ان الجنب الاولاني ده خلاص استوى جدا واتحمر وتمام. مفضلش اقلب فيه كل شويه عشان ما يتهريش مني. تمام. اهي بصوا ده طبعا الجمبري اهو. بطلع طبعا من الخلطه كده واروح حاطاه في دقيق زي كده. تمام. اهو بصوا.
بصوا طلع طبعا وراح حطهم. الموضوع ده بيخليه مقرمش جدا. لو عايزاه طري عادي مفيش مشكله. ودي طبعا الطحينه اللي انا عملتها، كنت مخليه معلقه كده من التتبيله بتاعه السمك، ورحت طبعا عامله بقى طحينه وكده. طبعا حطيت عليها ميه دافيه مع شويه من الدقيق مع الطحينه وكده وخل وليمون طبعا، وظبطتها كويس قوي لحد ما بقى قوامها مظبوط وطعمها حلو جدا. اهي بصوا شكلها جميل جدا وطعمها حلو قوي بجد تحفه. بص طبعا الاكل كله بعد ما خلصته، دي الطحينه طبعا عبيتها في اطباق وحطيت لها شويه شطه كده من فوق، والسلطه الخضراء طبعا، والرز الاصفر اهو، ودي السلطه. بصوا ودي طبعا ميه السلطه طبعا في الكاسات، تبقى طعمها حلو جدا جنب الاكل. اهو بصوا الجمبري، بصوا لونه روعه. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، مش عارفه امسكه والله سخن جدا، بس بجد حلو جدا جدا وطعمه جميل. سخن جدا مش عارفه اصلا همسك واحده اقطعها، ومقرمش بقى وجميل بجد تحفه. بصوا بجد تحفه. طبعا السمك انا ما كنتش لسه حطيته تمام، ده بس الجمبري وكده. يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. مع الف سلامه.